أول جزئية عندي الأسباب التي دعت فيجنر للتقدم من نظرية انجراف القارات. إيه السبب اللي يخلي فيجنر يقول النظرية بتاعته إن القارات كانت كتلة واحدة وبعد كده حصل لها زحزحة أو تباعدت عن بعضها؟ قال لك التشابه العجيب بين الشاطئ الغربي لأفريقيا والشاطئ الشرقي لأمريكا الجنوبية، وكمان الشاطئ الغربي لأوروبا والشاطئ الشرقي لأمريكا الشمالية. إن القارات دي بعاد دلوقتي عن بعض، لكن في تشابه كبير بين الشواطئ دي، أو الانحدار العام بتاع شرق أمريكا الجنوبية مع غرب مين؟ أفريقيا. فالراجل كمان لقى إن الحفريات والنباتات اللي موجودة في قارة أفريقيا شبه اللي موجودة في قارة أمريكا الجنوبية، اللي هو التشابه المجموعات الحيوانية والنباتية في القارات الجنوبية. فالراجل بدأ يتقدم بالنظرية بناء على الحاجتين دول، إن القارات تحسها شبه بعض، كل واحد فيهم بيكمل التاني، إذا في نظرية. طب النظرية بتقول إيه بقى؟ النظرية بيقول إن القارات جميعا، كل القارات تتكون من كتلة واحدة في الماضي منذ حقبة الحياة إيه؟ حقبة الحياة القديمة. يعني في حقبة الحياة القديمة أو من قبل كده كانت القارات كتلة واحدة تسمى بانجيا، أم القارات. يبقى الأرض كانت إيه؟ كتلة واحدة في الماضي. وبعد كده بدأت في الانفصال، بدأت تنفصل عن بعض أو تنفصل عن بعض. بدأت في الانفصال منذ حقبة الحياة المتوسطة من 220 مليون سنة، إلى أن أخذت وضعها الحالي في زمن، وقلنا خلي بالكم من دي، زمن البلايستوسين، اللي هي العصر الرابع بالظبط كده، حقبة الحياة الحديثة. كمية دقة في المعلومات اللي فيجنر بيقدمها يبين إن الراجل واثق جدا من إن النظرية بتاعته صح. بيقول إن في حقبة الحياة القديمة الأرض كانت كتلة واحدة في الماضي. اسمها إيه الكتلة دي؟ بانجيا. يعني في الكامبري والأردوفيشي والسيلوري والديفوني والكربوني والبرمي، خلال ال6 عصور دول الأرض كانت كتلة واحدة. من أول ما ربنا خلق الأرض والأرض كتلة واحدة بس، اسمها إيه؟ بانجيا. فلو جاب لك أي عصر في حقبة الحياة القديمة أو أي حفرية بيستدل عليها من عصر في حقبة الحياة القديمة، إذا الأرض كانت إيه؟ كتلة واحدة اسمها إيه؟ بانجيا. عليكم السلام. بدأت بقى، دي أول معلومة عندي. بدأت بقى في الانفصال إمتى؟ بدأت بانجيا في الانفصال منذ حقبة الحياة المتوسطة. قلت لك الرسمة اللي عندك في الصفحة الثانية في الدرس، في رسمتين، واحدة مكتوب عليها 200 مليون سنة، واحدة مكتوب كده 100 مليون سنة. الفترتين دول كانوا في حقبة الحياة ايه؟ المتوسطة. ليه؟ لأن الرسمتين اللي عندك دول في الكتاب، واحدة من 200 مليون واحدة من 100 مليون. طبعا الفترتين دول فترة الحياة ايه؟ المتوسطة. ده مبدئيا، ده بالتاريخ. زائد ان في الرسم عندي ان القارات لسه بدأ ايه؟ تنفصل. يعني لو جاب لي مثلا من الصورة دي في امتحان أمريكا الجنوبية وأفريقيا وهم لسه قريبين من بعض قوي، انت عارف اللي بيفصل ما بينهم؟ المحيط الأطلنطي. يعني المسافة ما بينهم ايه؟ كبيرة. فلو جاب لي المسافة قريبة ما بينهم ويقول لي الفترة دي لحقبة مين؟ أو ترجع إلى حقبة مين؟ أقول له حقبة الحياة ايه؟ المتوسطة. طالما لسه القارات بادئة في الانفصال، لو في كسر بسيط وكاتب لك مثلا ان دي امريكا الجنوبيه وان دي افريقيا، دي معناه ان هما الاثنين انفصلوا وتحسهم لازقين في بعض. طالما كتب كده ده معناه ان هما بداوا في الايه؟ في الانفصال. اذا الرسمه اللي عندي دي تبقى موجوده في حقبه الحياه ايه؟ المتوسطه. بدات في الانفصال منذ حقبه الحياه المتوسطه الى ان اخذت وضعها الحالي، يعني خدت شكلها دلوقتي اللي هي ال7 قارات والجزر والمناطق اللي انت شايفها دلوقتي ومساحه المحيطات. اخذت الشكل ده اللي احنا عليه دلوقتي من امتى؟ من زمن البلايستوسين. اللي بعد البلايستوسين ده الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي اللي هو مين؟ زمن الهولوسين.
طيب البلايستوسين ده تبع عصر مين؟ الرابع. فقلت لك خلي بالك كنت شغال في الاسئله يقوم لك جايب لك رسمه العالم دلوقتي، خريطه العالم دلوقتي، ويجي يقول لك ايه؟ الفتره دي ترجع لمين؟ للعصر ايه؟ الرابع. انما زمن البلايستوسين. حقبه الحال ايه؟ الحديث. 3 فترات كانت كتله واحده بدات في الانفصال اخذت وضعها ايه؟ الحاد. دي نظريه مين؟ فيجنر. طيب ايه اللي بيستدل عليه فيجنر بان القارات اتحركت؟ يعني ايه البرهان او ايه الشاهد او ايه الحاجه الطبيعيه اللي تخلي القارات تبعد عن بعض؟ فكاتب لك بقى اللي هي تفسير مين؟ تفسير النظريه. وتركز بقى عشان هنا انا ممكن يعني اقول النقطه دي ويبقى كده الدرس خلص، الباقي كله سهل. والتكه دي مهمه. تفسير النظريه بيقول لك ارجع فيجنر زحزحت القارات الى تيارات الحمل الموجوده في السيما. لو قلت الاسينوسفير غلط. طب يا استاذ ده المفروض تيارات الحمل دي اصلا في الاسينوسفير، ازاي تبقى في السيما؟ بص، تيارات الحمل الموجوده في الاسينوسفير ده طبيعي نتيجه تباين درجه، وده شيء طبيعي. انما لو تيارات الحمل اصابت السيما اللي هي الطبقه اللي فوق مين؟ الاسينوسفير، دي بقى اللي بتعمل زحزحه مين؟ القارات. ليه؟ لان احنا قلنا ان السيما دي اللي موجوده فوق الاسينوسفير، لما تيارات الحمل تيجي في السيما وتكسر السيما زي ما هو كده في النظريه ده بيحصل ايه؟ تشققات وتصدعات في القشره الارضيه. ليه بقى؟ لان السيما اتكسرت. الرسمه اللي احنا كنا عملناها قبل كده بالتذكره بس كده عشان اللي ما خدش الجزئيه دي. بصوا يا جماعه، دي السياج ودي مين؟ وده مين اللي تحت؟ الوشاف. هاخد مين منه؟ الاسينوسفير. الاسينوسفير فيه تيارات حمل. في مشكله؟ هل دلوقتي تيارات الحمل كسرت القارات ولا عملت اي حاجه؟ انما لما تيارات الحمل تيجي في السيما وتكسر السيما هتكسر مين كمان؟ السياج. عشان كده بقول لك ارجع فيجنر زحزحت القارات الى تيارات الحمل الموجوده فين؟ في السيما. يعني عايز يقول لك ان تيارات الحمل فعلا في الاسينوسفير لكن سمعت على مين؟ السيما، فبالتالي اثرت على حركه مين؟ القارات اللي هي السياج. مفهومه ديت؟ وبالتالي بدات القارات ايه؟ تبعد عن بعض. والحركات دي حركات بطيئه جدا تتوافق مع الحركات الباليه لمين؟ للقارات اللي انت واخدها في الدرس الاولاني اخر جزئيه. وكمان كان مكتوب عندك ان الحركات دي حركات بطيئه غير محسوسه. في الدرس الثالث كان بيقول لنا ان حركه الالواح التكتونيه حركه دائبه غير محسوسه. ده دليل ان اي حركه بتحدث في المحيطات او القارات الحركه دي غير محسوسه الا كان حصل دمار. وبالدليل على كده ان الحركات البيانيه للقارات اللي موجوده في الدرس الاولاني لا يحدث بها لا تشققات ولا تصدعات عنيفه. ليه؟ لان الحركه بطيئه وتبقى الطبقات افقيه، صح ولا لا؟ كل ده لان الحركه بقى بطيئه. وصلت الفكره؟ طيب دي تفسير فيجنر للنظريه. طيب ايه الشواهد اللي فيجنر بيستدل عليها بزحزحه القارات؟ قال لك ان النظريه دي اثابت يعني صابت جدل او كان في مشكله ما بين مين؟ فيجنر والمعارضين بتوعه لمده 50 سنه. يعني فضلوا يجادلوه فتره ايه؟ كبيره، الا ان فيجنر طلع عندي 5 شواهد. 5 شواهد بدات تهدأ من الجدل اللي بيحدث ما بين مين؟ ما بين فيجنر والمعارضين، صح؟ انت عندك نظريه عايز تطبق ان هي صح مش بالمنظر ده، ما تجيش تقول ان دي النظريه ودي تفسير النظريه، صدق صدق ما تصدقش لا. انت قدام نظريه علميه المفروض ايه؟ تقدم شواهد عشان الناس تصدقك. فعندي كام شاهد بقى؟ 5. طيب نبدا بمين؟ اول واحده المغناطيسيه القديمه، ناخدهم بالترتيب كده. بكل بساطه بكل سهوله انا عندي الارض اهيت مثلا، ده خط مين؟ احنا عندنا ان الابره المغناطيسيه زاويه انحراف الابره على الصخر اللي موجود عند خط الاستواء كام؟ 0. هناخد بس ايه معطيات النظريه
وبعد كده نطبق بالشاهد بتاع مين؟ بتاع فيجنر. المعطيات بتقول لي يا عم حازم بص ان الابره المغناطيسيه زاويه انحرافها على الصخور في خط الاستواء، يعني لو انت جبت صخر هنا عند خط الاستواء وجبت الابره المغناطيسيه حطيتها على مين؟ حطيتها على الصخر اللي موجود هنا، هتلاقي زاويه الانحراف بتاعه كام؟ صفر. طيب انما لو انت جبت صخر مكانه عند القطب الايه؟ الشمالي هنا، ده القطب، هتلاقي زاويه انحراف الابره هنا كام؟ 90 درجه. يبقى هنا صفر درجه وهنا كام؟ ايه صفر درجه و90 ده؟ ده زاويه انحراف الابره على مين؟ على الصخر. حلو. طيب المفروض لما نيجي ندور على صخر زاويه انحرافه 70 او 80 يبقى مكانه فين؟ هنا ولا هنا؟ فوق صح؟ هنا. يعني مثلا 80 هنا 70 هنا 60 50 40 30 20 10. يعني مثلا لو انا عايز صخر زاويه انحرافه 50 هروح هنا. عايز اجيب صخر زاويه انحرافه 20 اجيبه منين؟ من هنا. فيجنر بقى لقى ان في صخور زاويه انحرافها في مكان غير مكانها الطبيعي، اللي هو ازاي؟ فيجنر لما ذهب بالقرب من القطب الشمالي، بالقرب منه مش عنده، بالقرب من القطب الشمالي ولنفرض هنا، لقى هناك صخر زاويه انحرافه كام؟ 20. ده بيدل على ايه؟ ان المفروض الصخر ده مكانه هنا. ايه اللي جابه هنا؟ زحزحت الكرات صح كده؟ بالظبط كده. طيب لو احنا جينا لقينا صخر زاويه انحرافه 10 قريب من خط الاستواء، ده معناه ايه؟ ان ده مكانه اصلا. صخر لقيناه زاويه انحرافه 85 بالقرب من القطب الشمالي، يبقى ده هنا. لما ده يبقى دي مكانه. انما تجيب صخر زاويه انحرافه 20 اللي هو المكان المفروض ايه؟ هنا. الاقيه هنا. يبقى ده دليل ان القاره اللي كان موجود عليها الصخر كانت قريبه من الخط وبعد كده بعدت. اذا مين اللي بيتغير في الصخر؟ مكانه ولا الزاويه بتاعته؟ المكان. لان هو كده كده الكتله لما تتحرك هتاخد الصخر وايه؟ وتتحرك. هتاخده تنقله من مكان لمكان، الزاويه بتتغير؟ لا. فهمتوا حاجه؟ زي ما تكون راكب عربيه ميكروباص ولا حاجه، لابس هدومك معاك شنطتك وقاعد، انت ما بيحصلكش اي حاجه خالص غير انك بتتنقل من مكان لمكان. حصل لك حاجه؟ ولا اي حاجه. فهمت حاجه؟ فهمت النقطه دي؟ هو الصخر برضه موجود على القاره، القاره اتحركت من عند خط الاستواء طلعت عند القطب، والصخر موجود فين؟ عليه او موجود جواه. اتغير زاويته؟ لا. يبقى اللي بيتغير مين؟ المكان بتاع الصخر وليست الزاويه. وصلت؟ طيب ماشي يا سيدي. طب الفحم، يعني قبل ما نجيب الحته بتاع الفحم، الفحم بيته فين؟ عند خط الاستواء. يبقى المفروض زاويه انحراف الصخر اللي موجود جواه فحم يبقى كام زاويته؟ صفر. طب احنا دلوقتي بص بقى الحته دي عشان دايما بنلعب بقى في الاسئله. صخر يحتوي على فحم، تمام؟ وجد بالقرب من القطب الشمالي، زاويه انحرافه كام؟ صفر. او قريب منين؟ من الصفر. زي ما كتاب الامتحان مثلا كاتبها 5، كاتبها 5. هي 5 دي فين؟ ليه بقى؟ لان الفحم المفروض بيته هنا، لقيناه هنا، يبقى ينفع ياخد الزاويه بتاع المكان ولا المكان القديم بتاعه؟ لان الزاويه ما بتتغيرش، اللي بتغير مين؟ المكان بس. صعبه ديت؟ فهمتوا ديت؟ طيب ده اول نقطه، دي بتاعت مين؟ المغناطيسيه. صعبه ودي كل الاسئله اللي عليها. ماشي يا جماعه؟ طيب في نقطه ثانيه اللي هي بتاعت الاشرطه المغناطيسيه. في الرسمه اللي عندك قلت لك حيد وسط المحيط اللي هو المفروض يتشرح في الدرس الثاني، موجوده برضو هنا. قلت لك كلمه واحده تسهلك الدنيا. حيد وسط المحيط عباره عن ايه؟ مرايه. الاول من على اليمين زي الاول من على الشمال. وتيجي بعد كده تلاقي اللي كان قريب، الاشرطه اللي كانت قريبه من عند حيد وسط المحيط بقت بعيده قوي، بقت في مكان تاني. ده دليل على حركه، صح؟ حركه الكرات. فالمفروض بقى لما نيجي نطبق الكلام ده على الاشرطه نقول ان الاشرطه المغناطيسيه القريبه منين؟ من حيث وسط المحيط بيكون ايه؟ احدث. طب والابعد؟
الابعد عن حين وسط المحيط هي الاقدم. طب الاقدم ده عمرها كبير ولا صغير؟ عمرها كبير. صعبه ديت؟ طيب الشاهد الثاني المناخ القديم. احنا ناخدهم بالترتيب كده. الشاهد التاني بتاعي المناخ القديم. الجماعة بتوع المناخ القديم بيقولوا لنا إن الأرض تحتوي على مجموعة من الأحزمة المناخية. الأحزمة المناخية اللي هي زي دي مثلا، ده مين؟ المناخ الاستوائي. بعد كده المناخ المداري اللي بيقولوا عليه المناخ الايه؟ الصحراوي. تمام؟ ماشي. بعد كده المناخ المعتدل اللي هي منطقة المراعي والأعشاب اللي احنا بنقول عليها دلوقتي اللي هو البحر المتوسط. وبعد كده الغابات متساقطة الأوراق. وبعد كده الغابات الصنوبرية. وأخيرا منطقة المتجمد القطبي الشمالي. ولاحظوا معايا ان انا دلوقتي في المغناطيسيه القديمه والمناخ القديم بلعب على الجزء الشمالي ولا الجنوبي؟ الجزء الشمالي. يبقى ده الجزء الشمالي من الارض وده الجزء الشمالي من الارض. لان الراجل هنا بيقول لك ان زاويه انحراف الصخر كانت 20 لها بالقرب من القطب الايه؟ الشمالي. يبقى اذا الشهاده اللي فضلنا نشتغل عليه في المغناطيسيه كان في الجزء الايه؟ وانا حالا في المناخ رسمت لك الجزء. خلي بالك هو الجزء ده اصلا في زيه في الجنوب بالظبط. يعني الجزء ده هنا تحت برضه نفس الموضوع. بس فيجنر لما جه دور على الجزء الايه؟ او لقى الشاب بتاع المناخ موجود في الجزء الشمالي. طيب ايه الشواهد بتاعه المناخ؟ 3 حاجات: الفحم والشعاب المرجانيه والملح اللي هو الملح الصخري. لسه قايلين دلوقتي الفحم بيئته فين؟ يعني المفروض هنا، صح؟ بيئه الفحم استوائي. طيب الشعاب المرجانيه اللي احنا خدناها الدرس اللي فات قلنا عليها بيئه مداريه محتاجه ظروف معينه، يعني المفروض بيئتها تكون في المناخ. يبقى هنا المفروض في شعاب مرجانيه وده الفحم. فكره انك تلاقي الشعاب المرجانيه في المناخ المداري فدي بيئتها. فكره انك تلاقي الفحم عند خط الايه؟ الاستواء فده بيئته اصلا. طيب لو لقيناه في مكان تاني يبقى ده بيدل على زحزحه مين؟ فيجنر بقى لقى الفحم والشعاب المرجانيه موجوده بالقرب من المنطقه المتجمده الايه؟ الشماليه. يعني بدل ما يلاقي هنا لا هنا. ده دليل على ايه؟ ان القارات اللي مكانها في الشمال كانت زمان قريبه من الخط بالظبط. فلو جاب لك فحم موجود في اوروبا ينفع اقول الفحم اتكون في اوروبا؟ ولا الفحم يتكون عند خط الاستواء؟ ولما كانت اوروبا قريبه من خط الاستواء وبعد كده نظريه ايه؟ زحزحه القارات لها دور في الكلام ده، صح؟ فانا بالتالي لما الاقي الفحم والشعاب المرجانيه في مكان غير مكانه يبقى ده دليل على زحزحه بالظبط. طيب الملح الصخري محتاج بيئه جافه قاحله. يعني المفروض البيئه دي تكون فين؟ هنا في المداري اللي هو الصحراوي في المنطقه دي. يعني المفروض الملح هنا. قال لك الملح ده لقيناه موجود فين؟ في شمال كندا وشمال اوروبا. خلي بالك انت عندك دليلين ان الملح موجود في اوروبا. مش عارف انت تاخد بالك منها قوي ولا لا، بس انا كنت عليها واحنا في حصه الشرح. الملح اللي موجود في العصر البرمي في اول جزئيه في الباب الرابع كنا بنقول الملح الصخري الموجود في وسط اوروبا في العصر البرمي من 250 مليون سنه، صح؟ وقمنا جايين دلوقتي اهو بيسالنا اهو ان الملح الصخري فيجنر لقاه موجود فين؟ في شمال اوروبا. اذا الملح موجود في وسط اوروبا وموجود فين؟ في شمال اوروبا. يبقى موجود في كام مكان؟ مكانين، صح كده؟ واحد بيبين ان في تغير في ظروف البيئه والتاني بيبين ان في حركه ايه؟ قارات، صح كده؟ ماشي. ده بالنسبه للمناخ مين؟ القديم. الحاجه المفروض تكون في بيتها بقت في بيئه ايه؟ دي الشاهد التاني. نشوف يا سيدي الشاهد التاني. بسم الله.
مسالك حقب الحياة القديم والمتأخر، صح؟ والمسالك المقصود بها ثلاجات القطبية، التلج اللي موجود على قمم الجبال. ثالث شاهد مسالك حقب الحياة القديمة المتأخرة. مسالك حقب الحياة القديم المتأخر المفروض تكون موجودة من البرمي إلى الطباشير، أو بدقة قوي يعني من نهاية مين؟ البرمي للطباشير. طب واحد يقول لي ليه من نهاية البرمي؟ هقول لك أنا. لأن الشاب بتاعي بيبين إن الأرض انقسمت إلى لوراسيا. لوراسيا دي اللي هي الجزء الشمالي من بانجيا، وجندوانا الجزء الجنوبي من بانجيا. فايه اللي يخليني اقول من نهايه البرمي مش من البرمي؟ اصل لو انا قلت من البرمي يبقى الارض كانت كتله، انما من نهايه البرمي يعني بدايه الترياسي، يعني مع بدايه حقبه الحياه ايه المتوسطه، يبقى الارض بدات تنقسم، صح؟ فانقسمت لمين ومين؟ لوراسيا وجندوانا، صح كده؟ حلو. فيجنر دلوقتي بقى شغال على الجزء الشمالي ولا الجنوبي؟ قال لك اشتغل على الجنوبي بقى المره دي. يبقى اول شاهدين اللي هو المغناطيسيه والمناخ كان في الجزء الايه؟ انا حاليا شغال في الجزء الايه؟ صعبه ديت ولا فيها اي حاجه. طب فين الجزء الجنوبي اللي هي مين؟ جندوانا. هو عايز يقول لك بقى ان كان في ارض عظيمه زمان اسمها جندوانا، وجه عليها مسالج الثلاجات او ثلاجات القارات. ازاي؟ يعني الجبال اللي موجوده في القاره الايه؟ الجنوبيه. قمم الجبال كان موجود عليها ثلج، فالثلج حصل له ذوبان. فلما يحصل ذوبان على جوانب الجبال والميه بتنزل بنسميها سيول. تخيل بقى دي ثلاجات ثلج كتير، حصل له ذوبان، فالميه وهي نازله بتاكل في مين؟ في جوانب الصخور. معايا؟ طيب فلما بتاكل في جوانب الصخور هتعمل فتات. الفتات ده بيبقى صخور كتل كبيره. هو ينفع اقول كل الفتات اللي طالعه كلهم نفس الحجم؟ ولا ممكن يكون حجم كبير وحجم صغير؟ مختلف. فبدأ يظهر عندي كتل كبيرة وكتل صغيرة وفتات دقيق. الكتل الكبيرة دي اللي هي مين؟ الصخور. والكتل الأصغر اللي هي مين؟ الرواسب. والكتل الصغيرة جدا اللي هي مين؟ الرسوبيات. والرسوبيات دي اللي هو الفتات الدقيق يعني. فدلوقتي جوانب الجبال لما اتفتتت ونزلت على مين؟ على القارة، مش القارة كلها بقى موجود فيها نفس الرواسب. حلو. بعد فترة دلوقتي خلاص جندوانا أصبحت مليئة بمين؟ بالفتات، ومليانة بالصخور، ومليانة بالرسوبيات. فجندوانا دي انقسمت لكذا كتلة. انقسمت لمين؟ لأمريكا الجنوبية اللي قدامها جزر اسمها جزر الفوكلاند، جزر الفوكلاند. وعندي أفريقيا، وعندي الهند، وعندي استراليا، وعندي القارة القطبية الايه؟ الجنوبية. فجندوانا انقسمت إلى 5 أجزاء: أفريقيا وأمريكا الجنوبية والهند واستراليا والقارة القطبية الايه؟ الجنوبية. كل واحد فيهم موجود فيه نفس الصخور بالظبط. حسب كلام فيجنر بيقول لك ايه؟ وجد تشابه مثير، يعني حاجة طبق الأصل بين الصخور. الصخور الموجودة فيها يا سيدي في القارات الايه؟ الجنوبية. يعني تروح تلاقي هنا الصخور اللي موجودة في أفريقيا نفس اللي موجوده في امريكا الجنوبيه، نفس اللي موجوده في استراليا، زي اللي في الهند، زي القاره القطبيه الايه؟ الجنوبيه اللي هي انتاركتيكا دلوقتي. ده حتى الرواسب الصغيره في برضه ايه؟ تشابه كبير. الرواسب اللي هنا زي اللي هنا زي اللي هنا، نفس الموضوع. الرسوبيات اللي هي الفتات الصغيره، اللي ده دليل على ايه؟ ان هم كلهم كانوا كتله. حتى الراجل بيقول لك يستدل ذلك على وجود قاره عظيمه في الماضي تسمى ارض جندوانا حصل عليها نفس الظروف. كلهم حصل لهم تفتت، وكل واحد فيهم خد جزء من الفتات وبعد كده بعدوا. الموضوع مش صدفه، ده دليل ان هم كلهم كانوا كتله واحده وبعد كده بعدوا عن ايه؟ عن بعض. والدليل الرواسب والرسوبيات والصخور اللي موجوده. دي مين؟ مسالك حقب الحياه القديم الايه؟ المتاخر. سريعا كده. طيب رقم 4 ورقم 5 اجزاء سهله بقى.
وخلي بالكم كل اللي هنقوله دلوقتي في الاجزاء الايه؟ الجنوبيه. انا ما عنديش غير شاهدين بس من شواهد فيجنر اللي هو الاول والثاني. المغناطيسيه والمناخ القديم هما الاثنين في الشمال، اما الثلاثه الباقيين فين؟ في الجنوب. خلي بالك من دول، ممكن يجي يقول لك كم عدد الشواهد الموجوده في القارات الجنوبيه لفيجنر؟ 3. وكم واحد في الشمال؟ تمام. ديا سؤال بسيط اهو بس ايه؟ خلي بالك منه. 4 النباتات ومين؟ والحيوانات. النباتات والحيوانات، يعني ازاي هيستدل بالنبات والحيوان؟ قال لك ما ده اللي قال عليه، ما هو فيجنر كان حتى في النظريه من ضمن الشواهد او الاسباب التي دعت فيجنر للتقدم بالنظريه الكائنات دي نباتات ومين؟ وحيوانات، في تشابه كبير. طب لا ايه بالظبط؟ قال لك لما راح القارات الجنوبيه ديت اللي هي في جندوانا ديت، قال لك لقى ان نفس النباتات اللي موجوده في القارات الجنوبيه، قال لك بذور لنباتات اوليه واوراق لنباتات اوليه، يعني البذور زي بعض والنباتات زي بعض. ده دليل على انهم كلهم كانوا كتله ايه؟ واحده، وعاش عليهم النباتات دي، وبعد كده النباتات ماتت واتدفنت في الصخور، وبعد كده القارات ايه؟ زحزحت عن بعضها. ويديك شاهد كمان بقى للحيوان. اذا النباتات كانت ايه الاول؟ نباتات اوليه، لقى فيها بذور لنباتات اوليه واوراق لنباتات اوليه في القارات الجنوبيه، واتك على دي قوي. ده دليل ان هو لقى موجوده فين؟ مش في الشماليه، لا في الجنوبيه. تمام؟ طيب الاحافير الحيوانيات، قال لك لقى زواحف بريه، اللي هي زواحف لا تستطيع خوض الايه؟ وقلت لك طالما الراجل اكد ان دي زواحف وكمان قال زواحف بريه، ده معناه ان هو اتعرف على مين؟ الحفريه. يبقى الحفريه كامله. اذا الحفريه موجوده في انهي صخر؟ في الصخور الرسوبيه. فلو انا جيت قلت لك ما انواع الصخور التي استدل بها فيجنر على وجود الحفريات، بالعقل كده عرفنا الحفريات يبقى موجوده فين؟ هو اصلا مجاوب على السؤال، صح؟ كذلك النباتات، عرفنا منين ان هي نباتات اوليه؟ لا، بذور واوراق لنباتات اوليه. يعني كمان مش اي نبات، ما قاليش مثلا نباتات وعائيه، نباتات خضراء، صراخص، لا، ده هو اكد على مين؟ نباتات اوليه، نوع معين، جنس معين. كذلك الزواحف، قال لك زواحف من جنس واحد لا تستطيع خوض المحيطات، تتواجد في القارات الايه؟ الجنوبيه. تمام؟ يبقى هنا نباتات اوليه سواء كانت بذور او مين؟ او اوراق. كذلك الحيوانات زواحف مين؟ بريه لا تستطيع خوض المحيطات. طيب اخر حاجه عندي اللي هو البناء الجيولوجي للقارات. البناء الجيولوجي اللي هو مين؟ ما اللي احنا قلنا دلوقتي ان في تشابه كبير بين الجزء الغربي لقاره افريقيا مع الجزء الشرقي لامريكا الجنوبيه. ها، ان الجزء ده بيكمل الجزء ده، انك تعالى كده قرب الاثنين من بعض هيكملوا بعض. فالراجل بيقول لك امتدادا متكاملا وتناسقا كبيرا بين مين؟ بين القارات، يعني بيكملوا بعض كانهم كتله واحده في الماضي وتحركوا عن بعضهم البعض. والدليل بقى الثاني غير التشابه ما بين الشاطئ ده والشاطئ ده، قال لك سلاسل الجبال. سلاسل الجبال اللي موجوده في، انا عندي هنا دي دوله جنوب افريقيا وهنا دوله الارجنتين. الجبال اللي هنا موجوده في غرب جنوب افريقيا شبه الجبال الموجوده في شرق امريكا الجنوبيه، كانهم كانوا كتله واحده في الماضي وتباعدت عن بعض. اكن الجبال كانوا مش اكن، لا، هم كانوا فعلا كتله واحده وتباعدوا عن بعضهم البعض. 5 شواهد اثبت بيهم فيجنر ان نظريته صح من 1922 لحد 2023 احنا موجودين فيها دلوقتي. 5 شواهد فعلا بيثبتوا ان القارات جميعا كانت كتله واحده فين؟ في الماضي، وبعد كده انفصلوا عن بعض. اخيرا نرجع تاني للحته ديت. الارض، يعني هو بيتكلم عن نظريه الارض كانت كتله واحده في الماضي تسمى بانجيا منذ حقبه الحياه القديمه. تمام؟ يجيب لك كامبري، اردوفيشي، سيلوري، ديفوني، كربوني، برمي. الارض كانت كتله واحده بانجيا،
ام القارات كتله واحده ما اتكسرتش ما انفصلتش. بدات في الانفصال، بدات تنفصل ما انفصلتش، بدات في الانفصال. كلمه انفصال يعني بعده جامد، انما بدات في الانفصال يعني بسم الله الرحمن الرحيم ها كسر في القارات. بدا الكلام ده من امتى؟ من نهايه البرمي اللي هو بدايه الترياس اللي هو بدايه حقبه الحال ايه؟ المتوسط من 220 مليون سنه الى ان اخذت وضعها الحالي. الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي موجود من زمن البلايستوسين. واحد يقول لي يعني من زمن البلايستوسين لحد دلوقتي واخده شكلها ليه؟ هقول له لان الحركات البينيه للقارات حركات بطيئه تستمر. الراجل هو اللي كاتب لي كده في المنهج، تستمر الازمنه. يعني ممكن عشان القارات دي تاخد شكل جديد وتحس ان القارات اتغيرت محتاج لك زمن كمان. الفرق ما بين كل زمن والتاني كام سنه؟ ولا 20 30 40 مليون سنه، زي الفرق ما بين العصر الكربوني ومين؟ والبرمي. يا عم سيبك من العصر الكربوني والبرمي، لو جينا قلنا مثلا الباليوسين والايوسين والاوليجوسين، الفرق ما بين كل واحد والتاني ممكن يبقى 2 3 مليون سنه. الارض اصلا عمرها كام سنه؟ ده الحيوانات الرعويه، الحيوانات الرعويه اللي هي قبل الانسان كانت في العصر الجليدي من مليون سنه. يعني الانسان عمره على الارض ما كملش مليون سنه. فبالتالي انت مش هتحس بحركه مين؟ القارات. وعشان تشوف شكل جديد محتاج ازمنه تستمر ايه؟ سنوات كتير او الاف الايه؟ السنين. ده الدرس بتاعنا الثاني في الباب الايه؟ الرابع. تمام كده؟ ماشي. حد عايز حاجه هنا؟